السلام عليكم وتقبل الله طاعتكم. من المسائل التي تتكرر على مر السنوات مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وهل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ بمعنى أن الذي يصلي العيد يسقط عنه وجوب صلاة الجمعة. سأذكر خلاصة الأقوال لمن أراد الخلاصة، ثم أفصل بالأدلة، فمن لا يريد معرفة نقاش العلماء حول الأدلة فيكفيه الاستماع للملخص. باختصار، المسألة فيها قولان رئيسيان مشهوران وقول مهجور لن أتطرق إليه. أما القولان الرئيسيان فالأول هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ومعهم ابن حزم، والقول هو أنه إذا اجتمع يوما العيد والجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، يعني من صلى العيد فتجب عليه صلاة الجمعة. هذا قول الجمهور. القول الآخر أنه يجوز عدم حضور الجمعة لمن شهد العيد وتصلى الجمعة ظهرا، وهو قول الحنابلة وابن تيمية. هذان القولان باختصار. الجمهور ومعهم ابن حزم يقولون لا تسقط الجمعة، والحنابلة وابن تيمية من الحنابلة يقولون بأن الأصل أو أن صلاة العيد تجزئ، ومن صلى العيد فله أن لا يصلي الجمعة ويصليها ظهرا، لكن يقولون أنه يجب على الأئمة في كل الأحوال أن يقيموا الجمعة. هذه الخلاصة لمن أراد الخلاصة. أما الأدلة التي استند عليها كل فريق فأبدأ بأصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن صلاة العيد تجزئ عن صلاة الجمعة. استدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وهذا حديث مختلف في صحته، قالوا إنه معلول ومرسل. وقال ابن عبد البر تحديدا: وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد، وبقية ليس بشيء في شعبة أصلا، يعني رواياته عن شعبة ليست بالقوية. واستدلوا أيضا بما رواه إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، يعني معاوية يسأل زيد: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. وأيضا هذا الحديث مختلف في صحته. واستدلوا بدليل عقلي، قالوا: لأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد، فمن شأن الشارع أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل. هذا بالنسبة لأهم أدلة الفريق الذي يرى أن صلاة العيد تجزئ عن الجمعة. أما أصحاب القول الأول الذين قالوا أنه لا تجزئ صلاة العيد عن الجمعة، الجمهور، ويجب أن تصلى الجمعة، استدلوا بعدة أدلة. أولها وعلى رأسها الآية الصريحة الآمرة بوجوب إقامة صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية فيها الأمر الصريح بوجوب إقامة الجمعة، ولا يمكن ترك هذا الأمر الصريح في الوجوب والمجمع عليه بسبب أحاديث مختلف فيها من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة أيضا. واستدلوا بدليل عقلي، قالوا أن الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض. الإمام المنذري له كلمة في هذا السياق، يقول: وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع لم يجز ترك فرض بتطوع. يعني أصحاب هذا القول نقدر نقول بأنهم اعتمدوا بشكل كبير على فكرة أن الأصل وجوب الجمعة، وهذا الوجوب لا يمكن أن يسقط بأحاديث أسانيدها فيها كلام، ولو صحت فدلالتها لا تقود بالضرورة إلى عدم وجوب الجمعة أو إلى جواز ترك الجمعة. كيف؟ راح أذكر ذلك، لكن من حيث ثبوت وصحة الأحاديث والآثار، هذه الأحاديث ضعفها الفريق الأول. حتى الإمام ابن عبد البر يقول عن هذه الأحاديث: ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث، ولم يخرج البخاري ولا مسلم ابن الحجاج منها حديثا واحدا. أيضا ابن حزم ضعف كل الآثار الواردة في الترخص في ترك الجمعة، فجاءوا إلى حديث أبي هريرة الذي استدل به الفريق الأول أو الفريق الثاني عفوا، الحنابلة وابن تيمية، وهذا الحديث أخرجه الحاكم. قالوا
في إسناده بقية بن الوليد والإمام أحمد بن حنبل والدارقطني قال بإرسال هذا بأنه مرسل، حديث مرسل يعني فيه انقطاع. وصحيح أن الإمام البيهقي رواه موصولا، لكن رواية البيهقي مقيدة بأهل العوالي، يعني أن هذه الرخصة ليست لسكان المدينة وإنما هي لسكان العوالي. ورغم ذلك إسناده أيضا ضعيف. جاءوا إلى حديث معاوية عندما سأل زيد بن الأرقم والذي يرويه إياس الشامي، فقال ابن المنذر والشوكاني هذا الحديث لا يثبت لأن إياس بن أبي رملة الشامي مجهول. هذا من حيث أسانيد الحديث. ثم رأوا أنه مع فرض صحة تلك الآثار فإنها خاصة، هذه الآثار خاصة في الترخيص لأهل البوادي والذين لا تجب عليهم الجمعة لكنهم حضروا لصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لصلاة العيد خارج المدينة فيأتيه أهل البادية والعالية يصلون معه العيد، فكان الخطاب بالرخصة موجه لهم، هذا على فرض صحة هذه الآثار. واستدلوا برواية أخرى عن أبي هريرة أيضا، هذه الرواية فيها زيادات شارحة تؤكد هذا التفسير. يقول أبو هريرة: اجتمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العيد: هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، عيدكم هذا والجمعة، وإني مجمع إذا رجعت، يعني إذا رجعت إلى المدينة لأنه كان خارجها، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها. قال: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالناس، يعني صلى فيهم الجمعة. ثم قال ابن عبد البر في شرح هذه الرواية يقول: وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم، وأنها غير ساقطة، وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي، والله أعلم. ثم قال: وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه الدلائل، ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة. واستدلوا أيضا بما قاله الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه: وكان يوم جمعة وعيد فصلى بالناس ثم خطب فقال: أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر من أهل العوالي، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. فواضح كلام عثمان رضي الله عنه بأن الإذن في ترك الجمعة خاص بأهل العوالي ولا يشمل أهل المدينة. الخلاصة أن أصحاب هذا القول وهم الجمهور ضعفوا أسانيد أحاديث الترخص في ترك الجمعة يوم العيد، وقالوا على فرض صحتها فإنها خاصة بأهل العوالي والبوادي ومن هم خارج المدينة، والله أعلم.